السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا هنشوي أجنحة الفراخ اليوم بدون شواية. بس من فضلكم قبل ما نبدأ ندعي لإخواتنا في غزة وإخواتنا في السودان، ربنا ينصرهم ويرفع الظلم عنهم، اللهم أمين يا رب العالمين. ودعوة منكم ليا بظهر الغيب إن ربنا يشفيني ويشفي بنتي ويشفي كل مرضى المسلمين، ولكم بالمثل يا رب العالمين. تعالوا بقى قبل ما هنبدأ كده الوصفة، هنعمل تتبيلة حلوة كده، أو هنعمل بهارات حلوة نستخدمها في تتبيلة الفراخ. وأي فراخ هتعمليها هتستخدمي البهارات دي، هتبقى جميلة معاكي وطعمها جميل. جبت من كل حاجة كده ب5 جنيه، ب5 جنيه بابريكا، وب5 جنيه توم بودرة، وب5 جنيه بصل بودرة، وب5 جنيه فلفل اسود، وب5 جنيه بابريكا، وب5 جنيه بهارات فراخ. ونزلت بمعلقتين من الملح، ونزلت بمعلقتين من الكاري. هقلبهم بقى تقليبة حلوة كده. يعني انت هتروح عند العطار هتقولي له اديني من كل حاجة ب5 جنيه، وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، وهكتب لكم برضو على الشاشة كده قدامكم المكونات. بعد ما تخلصيها بقى كده وتقلبيها هتكون معاكي، هتعتمديها في اي تتبيلة. برطمان عندك كده نضيف، هتقوم منزله البهارات بتاعتك واي ستيكر كده. الاستيكرات دي بتتشرى من اي مكان. هتقومي رايحه شايله الاستيكر اللي مكتوب عليه بهارات الدجاج، وهتلزقيها على البرطمان بتاعك، بحيث لو انتي مش هتدخلي المطبخ وبنوتك هتدخل ما تحترش وكل شويه تسألك، فالبهارات تبقى قدامها مكتوب عليها، هتستخدم على طول بدون معاناة. هنا معايا بقى حوالي 1.5 كيلو أو 2 كيلو من الأجنحة، طبعا مغسولة كويس، ومغسولة بليمون، ومغسولة بملح، ومغسولة بدقيق، ومغسولة بطحينة، ومتنشفة. هبدأ بقى اتخلص من الضافر بتاعها كده، هتخلص منها خالص لان الضافر هنا بيسبب زفارة. وهمسكها كده، انا مش هقطعها لقطعتين، انا حابة ان انا اعملها بس يعني اقسم المفصل كده واسيبها زي ما هي، شكلها شكل الدبوس كده او شكل الدبوسة. هتخلص من الضافر وخلص كل الكمية اللي معايا. تعالوا بقى هنعمل المحلول اللي هننقع فيه الأجنحة عشان نقضي على الزفارة خالص. هنزل بحوالي 3 معالق كده من الخل، وهنزل بمعلقة سكر كبيرة، وبمعلقة ملح كبيرة أو معلقتين. وهنزل برضو معايا بعصير ليمون، أنا كنت مخزنة عصير ليمون كده في البرطمان فنزلت بشوية، وهنزل كمان برضو بليمونتين فريش. ونزلت بحوالي رتلين من المية. وهنا كنت انا نزلت بقرنفل وبورق لورا، بس الفيديو كان فصل هنا فما ظهرش قدامكم، فهيظهروا في الاخر. هنا هنزل بقى بالاجنحه بتاعتي كده، لان القرنفل والحبهان والورق اللورا بيبقى كده فيها زيوت عطريه، ما بتطلع بتقضي على الزفره تماما. هنا كده الخضار ده انا هحتاج منه كميه هستخدمها في التتبيله، وكميه تانية انا هشويها. هاخد للتتبيله كده هحتاج ليا بصله كبيره، وقرن فلفل اخضر، وفلفل اصفر، وطماطمايه، ومعايا كام فص من الثوم، ومعايا برضو هنا ربع حزمه من البقدونس والشبت. هنزل بقى في محضره الطعام كده، هقطع البصله، وهنزل بالثوم وبالفلفل، وهنزل معايا برضو بالفلفل الاخضر، وهنزل بالشبت وبالطماطم. تمام. هضربهم بقى ضربا مبرحا، يعني هضربهم ضرب ناعم خالص لحد ما ينعم الخليط معايا. هبدأ انزل بقى بالبهار، هاخد بقى معلقتين كبار كده من البهارات اللي احنا لسه عاملينها مع بعض دلوقتي، وهعزز تاني كده بشوية فلفل اسود كمان، وهنزل بملح. وعايزة برضو تزودي بابريكا زودي، مفيش اي مشكلة. ومعايا هنا معلقة صويا صوص، ومعلقة باربيكيو، ومعلقة كاتشب، ومعلقة دبس رمان. كل المنكهات دي بتدي طعم تحفة في التتبيلة. ونزلت برضو بحوالي نص معلقة هريسة من الشطة، ومعلقة كاتشب، ومعلقتين من الصلصة البيور. وهنا نزلت كمان بمعلقة من المستردة، وبحوالي نص كوب حليب قاطع رايب، يعني كان قاطع عندي لان ما كانش عندي زبادي، لان الزبادي او الحليب الرايب بيخلي الانسجة معاكي تحفة
تحفة تحفة، وبتبقى كده مش شادة وطرية. وكمان لما تتبلي بها اي دجاج او اي فراخ. هنا معايا اهوت الاجنحة اللي انا كنت نقعاها في المحلول. هجيب خلة بقى، خلة من بتاعة الاسنان او عصاية شيش طاووق واقسمها نصين. هجيب بقى معايا الجناح كده وهبدأ اشكشكه كده بالخلة. ليه الشكشكة ديت؟ علشان لما تيجي تتبليها تدخل التتبيلة في الأنسجة من جوه، تعطي ليكي طعم التتبيلة بره زي جوه بالظبط، او جوه زي بره. الطعم يبقى معاكي خطير ورهيب، والتتبيلة دي روعة. طبعا شلتها من المحلول بتاعها، غسلتها كمان غسلة كويسة تحت الحنفية، ونشفتها صفيتها ونزلت بها في التتبيله. هتتبليها بقى، لو انت عايزه تتبليها من بالليل يستحسن، عايزه تعمليها على طول وحوالي نص ساعه او ساعه في التتبيله وتشتغل على طول برضو مفيش مشكله. هجيب انا بقى هنا كام فص من الثوم، وهنزل بقرنين فلفل، وهنزل بطماطم، وهنزل ببصل. هعملها بس كده على 4 علشان تتشوي معايا بسرعه. والطماطمايه برضو هعملها على 4. اي الخضار بقى انتي اختياري، عايزة تنزلي باي كمية براحتك انتي. انا كنت شلت ربع من التتبيلة، نزلت ب3/4 التتبيلة على الاجنحة، وشلت ربع خدت منه شوية على الخضار ده هتبله بيها، والربع التاني سبته على جنب برضو هقولك هعمل بيه ايه. صينية بقى، ما انتش ملزومة انك انت تحطي ورق زبدة. هي الصينية كانت عندي بنتي كانت مجهزاها بقى بورقة الزبدة فما شلتهاش وخلاص. رشة زيت كده في النص، وهرص بقى الأجنحة. ترص الأجنحة بتاعتك كده أي رصة انت عايزاها بقى اختياري. هرص الأجنحة بالتتبيلة بتاعتها كده تمام. وهنزل بالخضار برضو اللي أنا متبلاه، الطماطم والفلفل والبصل والثوم. هتخلصي بقى الأجنحة اللي معاكا كلها، هترصها كده رصة كويسة بما فيهم بقى الخضار اللي هي الطماطم والفلفل والبصل، واي حاجة بقى انت عايزة تشويها، اي خضار انت حباه اشويه، لان احنا هنعمل بيه سلطة مشاوي تمام. رصيتي بقى الحاجة كده، هنزل بقى بشوية من التتبيلة دي طعمها خطير، الريحة بتاعتها تحفة والله، الريحة بتاعتها لا تقاوم، جميلة جميلة. وبتخلي لك اي حاجة بتتبليها بيها تبع الفراخ او الاجنحة او الدبابيس او اي حاجة تتبلي بيها ريحتها تحفة. هخلص انا بقى كده وهرش رشة ملح من فوق، اظبط الملح بتاعي، وهرش برضو رشة بابريكا. شوفوا ما شاء الله جميلة. حطيت ورقة زبدة في الاول بس ما ظهرتش، وهحط ورقة فويل وادخلها على الفرن. على ما الأجنحة بقى تخرج من الفرن هحضر بقى معلقة صويا صوص، ومعلقة بابريكيو، ومعلقة دبس رمان، ومعلقتين من الزيت. هقلبهم كويس، ومعلقة برضو من الصلصة. هقلبهم كده. الخلطة ديت لما الأجنحة أو الفراخ أو أي حاجة بتطلع من الفرن وتيجي تدهن الوش بتخلي لك الوش رهيب. شايفين ما أخدتش حاجة والله في الفرن. بسم الله ما شاء الله، دايبة دوب دايبة دوب، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيد الخلق. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. وادخلها تحت الشواية تاخد لون، بعد ما تاخد لون اطلعها على طول واتفرجي على العظمة وعلى الجمال. اللون ده جميل اللي هو البابريكيو اللهم صل على النبي، الكاتشب والصلصة بتدي طعم جميل رهيب رهيب رهيب. هنا بقى معايا بطاطسية كبيرة، او انت مش ملزومة ان هي لازم تكون بطاطسية كبيرة، اي بطاطس عندك. هقشرها كده تقشيرة حلوة. بعد ما قشرتها غسلتها كويس، وهنا هقسمها بقى على 3 بحيث ان يكون الصباع معايا يكون مليان كده وشايل نفسه كده وحجمه كبير، يعني مش عايزاه رفيع قوي، انا عايزاه سميك. ليه؟ لان انا هدخلها في تتبيلة وهدخلها الفرن، فهو لو رقيق هيستوي مني وهيتهري بسرعة، فانا عايزاه يشرب من التتبيلة
وعلى ما توصل لدرجة السوا وتاخد وش لون احمر، ما يكونش اتهرت معايا، تكون لسه ماسكة نفسها والصباع ماسك نفسه. تمام. هخلصهم كده صباع بصباعه، واخلص البطاطساية كلها. البطاطساية هنا كانت حجمها كبير اللهم بارك، ورمت معايا كمية حلوة. تمام. هخلص بقى الصباعات كلها كده واقطعها لصباع كبير. احرصي ان اصابع البطاطس يكون كبير وماسك نفسه كده ومالك عينه، طبعا زي ما قلتلك علشان لو رقيق وما هوش سميك هيتبهدل في التسوية مش هيطلع لك الصباع بصباعه. هخلص بقى الكمية اللي معايا، وصينية بتدخل الفرن عندك، وهنزل بالبطاطس في الصينية زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا محدش بعلم حد، احنا كلنا بناخد فكر من بعض وكلنا بنتعلم من بعض. وطبعا انا ما بعلمش حد والله، احنا يعني بنتعلم من بعضنا كلنا. وطبعا انا عارفة ان كلكم بسم الله ما شاء الله عليكم وشرفتوني، وكل من دخل عند قناتي وكل من دعالي دعوة وكل من جرب وصفة انا عملتها بشكركم. وبشكر المتابعين الجداد، وبشكر المتابعين اللي معايا من زمان، وربنا يديمكم في حياتي يا رب ويديمكم على راسي. انا هنا نزلت بفنجانين من المية على البطاطس، ونزلت بمعلقة بابريكا، ونزلت بملح. اقلبها كده لانك انت لو دخلتها الفرن بدون مية هتنشف معاكي وهتتحرق. هلفها بقى بورق فويل وهدخلها الفرن جنب الأجنحة. هنا الخضار اللي أنا كنت مدخلاه مع الأجنحة استوى معايا، هنزل بيه في المحضرة، وهنزل عليه برضو بزبادي، وهنزل عليه بملح، وهنزل عليه بشوية بهارات. تمام. الخضار ده كان عبارة عن فلفل وبصل وطماطم وتوم. ما شاء الله السلطة تحفة. وهنا الأجنحة جميلة ودايبة دوب كده. السلطة كده خلصتها معايا، وكده هنا الأجنحة جميلة ازاي واللون تحفة ازاي. وهنا البطاطس كنت حطيت عليها حبة من التتبيلة وشوية من الزيت وبابريكا وملح، وحطيت لها فنجانين من المية ودخلتها الفرن. وبعد ما استوت طلعتها، خدت لون تحت الشواية مع الأجنحة، وده الشكل النهائي. تحفة تحفة تحفة. وبكده الشكل النهائي معانا سلطة المشاوي اللي احنا عملناها، وهنا الصوص اللي طالع من الأجنحة، وهنا البطاطس كريسبي ومقرمشة من بره وطرية من جوه، وهنا الأجنحة برضو معايا هنا دايبة دوب. شوفوا اللون والجمال، حدث ولا حرج. البطاطس هنا والأجنحة حدث ولا حرج، دايبة دوب ما شاء الله. أتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، وأتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.